ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتوني. تعالوا بقى هنعمل كفتة الفراخ، اسهل ما يمكن وسريعة جدا. يعني انا كنت محتارة اصلا اعمل اكل ايه، فلقيت عندي فراخ في التلاجة وقلت كفتة الفراخ. هنعمل ايه؟ كفتة الفراخ. انا كنت دي مقطعاها على اساس شيش، اعملها شيش تمام. فانا طبعا الشيش محتاج تتبيلة ولخبطة كتير قوي، ماشي. فهي كانت في الفريزر بقى، فانا ايه سبتها تفك كده، ماشي. بسم الله، نغسلها غسله حلوه كده زي حبايبي وتمام حبايبي، تمام. هنصفي الميه كويس عشان ما يبقاش فيها ميه. هنجيب الكبه بتاعتنا وهنحطهم كده، بسم الله. هنفرمها في الكبه. بصوا لو في اي عظمه زي دي طبعا شيلها عشان ما تتوصل الكبه بتاعتنا. احنا هنشيلها كده تمام كده. هنحط بقى في الكبه وهنفرمها، واستنوني هقول لكم على احلى تتبيله واسرع تتبيله هتشوفوها. تعالوا بقى، انا ضربتها اهيت، ماشي. تعالوا بقى هنجيب بقى العجينه ديت عشان نعرف نقلب فيها كل حاجه. هننزل بقى الكفته بتاعتنا دي الفراخ بس، ما ضربناش معاها اي حاجه. بصوا، لو عندك وراك بقى تقطعيها معاك تبقى طريه وحلوه جدا. ما عندكيش وعندك صدور زي كده مثلا برضو هتبقى حلوه تمام. يعني ممكن تستخدميها لو في ورك او وركان تضيفوهم للصدور، بتبقى طريه بس يعني شويه تمام. بسم الله. شوفوا اهو الكبه بتاعت البيت، ولا فرمنا بره ولا رحنا في مكان. الكبه بتاعت البيت كده، بسم الله. طبعا دلوقتي مفيش اي بيت مفيهوش كبه، يا اما بتاعت الخلاط يا اما اللي هي طالعه الفرداني دي. بصوا، ده نص كيلو او اكتر، يعني من نص كيلو بشويه، حوالي 600 جرام تقريبا تمام. اهي عايزه بس ابينها لكم وشكلها عامل ازاي، طريه وحلوه. بصوا كده 100 كده. خلصنا الفراخ بقى، نركنها على جنب وهندخل على اللي بعده بقى. البصل. بصوا بصلتين كبار كده، 3 فصوص توم اهوت، شطه، 2 باردين وواحد حار. انا هو ضايقالي حراق 100 بس مش هحط كله، انا ممكن احط الجزء ده بس علشان العيال بقى وكده يعني، ماشي. اضيق عليا من البصل هموت. بصوا انا قطعت هنا اهو فلفل احمر وفلفل اخضر، بس حطيت قرن واحد عشان كله حراق. لو مفكرة بقى بتاع حراق مكان ما ضربنا الفراخ. هنحط الفلفل اهو، الفلفل والبصل، بقدونس او كزبره اللي عندك، وتوم وفلفل ميكس بين الفلفل كده احمر واخضر. بسم الله. هنحط كده، هضربهم وارجع لكم. انا هنا ضربتها يا جماعه اهيت. تعالوا نحطها في طبق. بسم الله. بالشكل بتاعتنا برضو. انا كده لسه ما ضفتش اي بهارات خالص. دي اسهل حاجه على فكره تعملها الكفته سريعه. والله العظيم انا كنت محتاره اصلا هعمل ايه اكل، فقمت بقى ايه بدور في التلاجة، فلقيت كيس كده في الفراخ كنت مقطعه للشيش يعني وكده. لو ترجعوا الفيديو في تفريزات رمضان بتاع الفراخ هتلاقوني كنت عاملاه، بس للاسف الفراخ ملحقتش رمضان. احنا اسفين يعني يا جماعه. الفراخ اتاكلت قبل رمضان وخلصت، كان ده اخر صدر تقريبا. ايه هو اخر صدر، مفيش صدر تاني والفراخ كلها خلصت. يا عيني. بصوا هنضيف بقى دي على دي، بسم الله كده. نقلبهم بعض كويس جدا. تعالوا هنا بقى، انا هشتغل بايدي عشان السبونشة مش نافعه، ماشي كده. بصوا انا صفيت منها الميه دي،
فكرت التليفون بيصور بس للاسف ما كانش بيصور. صفتها كده، الميه ديت ما ترميهاش، انا محتاجه ان ماما ما تخليش الميه دي في الخضار، تصفي الخضار كويس. تمام. بصوا وهنقلبهم كده كلهم في بعض. هذا دي اول تقليبه وهنقلبها تاني طبعا ساعه البهارات بقى. هندخل بس الحاجات دي كلها في بعضها كده، ايه اهم حاجه زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنجيب بقى البهارات. بصوا بقى البهارات، شويه بابريكا، شويه صغننين يعني كده، ايه مش كتير عشان يدوا لون بس ايه بسيط كده. كمون برضه شويه صغننين يعني ربع معلقه صغيره، لان احنا هنحط البهارات كلها مع بعض دلوقتي. ده فلفل اسود بس اسود اوي مش عارفه ليه قلبه اسود اهو. تقريبا انا جايبه اصلا مطحون من عطار كده وانا ماشيه يعني ما خدتش، مش من اللي انا بجيب منه. الملح. تمام. وهنا بقى السبع بهارات اهي شويه حلوين كده. لو في مرقه دجاج عايز تحطها حط، انا عندي بس مش هحط، ما بحبهاش المرقه صراحه. هتقولي كنت جايباها ليه؟ انا اقول لكم هي جايه في حاجات يعني، انا مش انا اللي جبتها، هي اللي جبتها. بسم الله. نضغط بقى كده ايه كله في بعضه. بصوا كده بحيث ان كل حاجه تخش في بعضيها، البهارات بالخضار بكله. بسم الله. ودوقي ملحها برضك، لو محتاجه ملح حطي تاني طبعا، كل واحد ايه في الملح دي او السكر بيبقى الحاجه ديت من عنده هو كده. نسيت احط معلقه بيكنج باودر. ركز بيكنج باودر كده، مثلا الكيك ولا حاجه فايض عندك حطي. بص اهو هما اصلا كلهم يا دوبك في ايه يبقوا معلقه. ما عندكيش بيكنج باودر، عندك كربونات الصوديوم حطي برضه، حطي معلقه يعني. ما عندكيش دي وعندك دي حطي منه، هيخليك هشه كده وجميله. بسم الله. هنسيبها بقى ساعه كده ولا نص ساعه في التلاجة. لو مستعجله عليها اشتغلي بها عادي، مش مستعجله سيبها ساعه ولا حاجه في التلاجة، بس غطيها عشان ريحه البهارات وكده ما تبوظلكيش ريحه التلاجة كله. اي حاجه تبقى طعمها بقى وريحتها غير، فاهميني؟ فديت غطاها بستريتش مثلا او باي غطا في علبه وشيلوها ساعه. لو مش مستعجله اشتغلي بقى على طول. هشيلها شويه وارجع لكم. تعالوا بقى ايه، انا ولعت الرز ماشي، وجبت قلم ممكن على عيدان شيش زي دي كده، ممكن تعملوا عيدان كده وتعملوا عليهم، ممكن عدوان وتعملوا عليه، بس القلم احلى عشان بتبقى زي الجاهزه بالظبط، بيبقى فيها حواسه عشان من النص وتبقى حلوه كده. هنا هنعمل ايه بقى؟ الصينيه. احنا جبنا صينيه زي دي كده، هنحط بصوا نقطه زيت يعني حاجه بسيطه خالص. بصوا اهو، لازم اي ماده دهنيه كده، سمنه زيت اي حاجه، الافضل زيت عشان ايه ما تسيحش وتعملي يعني، بس الموجود عندك. بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله كده زي ما انتم شايفين. كل مكان كده. طبعا الصينيه لو مخدتش معاك هتجيبي صينيه تانية وتظبطي حالك. هنا بقى دي الميه اهي بتاعه الخضار، البصل والفلفل كله، حط فيها بس رشه ملح عشان ما فيهاش ملح. كل حاجه لازم برضو تدوقي ملحها وتظبطيها. بسم الله. حط كده فيها رشه ملح حلوه شويه بس فيها حرقان بقى، مش عارفه العيله تعرف تاكلها ولا لا. كده زهرة. هنجيب بقى الصينيه هنا ونجيب الكفته كده. هنا اهوت بقى ايه، نجيب دي على يمنا كده. بصوا شايفين ايديا كلها كده فيها اهي. بسم الله. لو لقيتها بقى بتلزق وانتي بتعجنيها كده وهتحس ان هي ماسكه في ايديك مش بتطلع يعني زي كده، سيبها في التلاجة وهي هتظبط. تمام. بسم الله. القلم صغير ولا ايه كده؟ نسحب بقى القلم براها كده زي ما انتم شايفين. بصوا اهو. بسم الله. ممكن على عيدان شيش برضو زي ما وريتكم كده وتعملوا بيها عادي. تمام. ايوه الميه ديت يا جماعه حاطه فيها شويه زيت ماشي، وحاطه عليها، حطيت عليها شويه ميه كمان، زودتها شويه ميه ومعلقه صلصه صغنونه خالص.
انت ممكن تعمليها على الشيش كده وتسيبيها، يعني ما تطلعهاش من الشيش، بس هي كده افضل واحسن وبتدي شكل الكفته بتاعتك. بصوا بتتشكل معانا بكل سهوله على فكره، وممكن تعملي منها شكل كوره مثلا لو عندك اطفال يعني وكده تحببوا فيها اكتر. ممكن تعملي بقى مثلثات، تعملي اشكال كتير قوي، هي عجينتها حلوه وبتروح وبتيجي معاكي. اهم حاجه تخدميها زي ما انا قلت كده، تعمليها كل حاجه بالطريقه دي تطلع زي الفل معاكي. بص الصابع اهو مفيش اي حاجه، وبيشد كده حلو زي الكفته اللي بتجيبها من بره والله العظيم، واحسن كمان. تمام. ريحتها بقى عايزه اقول لكم ريحه البهارات جامده جدا مع الشطه الحراقه، والله العظيم بص تحفه. انا عمري ما بعملها بره خالص، يعني عيالي بيحبوها جدا جدا. فحاولي انك في الايام دي بالذات تعملي كل حاجه في البيت، احسن اوفر وانضف، وعيالك يتعودوا عليها ولا يطلبوا دليفري ولا الحاجات ده كلها. تمام. انا عيالي بيموتوا في طلب الدليفري مع انهم صغننين والله، يعني لسه ما بيعرفوش يطلبوا يعني، بس يروحوا عند بيت جدهم بقى ولا حاجه، اخواته بيطلبوا بقى وكده وبيطلبوا معاهم وعايزين ايه حاجات من بره. فانا طبعا مش معوده مع الحاجات اللي من بره، ما بحبهاش والله خالص. تمام. بحب كل حاجه لو حاجه عجباني اعملها في البيت واجربها وانا في البيت احسن. ممكن اكل بره ده لو مضطره في مشوار مثلا او حاجه وما معناش اكل مثلا، يعني مش عاملين حسابنا في اكل وكده، بنشتري من بره لو في مكان واخرنا او حاجه، نشتري مثلا كشري، لان هما بيحبوا الكشري جدا برضو، وبيحبوا ياكلوه من بره اكتر من البيت صراحه. حتى لو عملت في البيت هما حلو وحش هو عايزينه من بره، فده اللي ممكن بجيبه من بره عشان ايه ما يبقاش كل حاجه ممنوع، عشان زي ما بيقولوا ايه الممنوع مرغوب. ف الكشري برضو ما فيش اي حاجه ممكن يعني، ولا فراخ مثلا ممكن تكون ميته او مذبوحه مش حلوه، او الحاجات دي انا بخاف منها. تمام. الكشري عباره عن مكرونه ورز وحاجات، يعني كلها حاجات ايه نباتيه وحاجات عاديه يعني. اخلص بقى كله في نص كميه وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا يا حبايبي بقى تعالوا، بسم الله. بس نجيب حاجه ايه، اهم حاجه ننضف حوالينا كده واحنا شغالين، كل حاجه نشطفها على طول هتخلص، مش هتلاقي الحوض بالليل بعد ما تخلص، مش هتلاقي جبل الحرام بتاع الوعي بتاع كل يوم دول، انا مسميه جبل الحرام بس عملت ايه، شوف الصبع اصلا عامل ازاي محمل. بصوا تقول والله العظيم محمل ايه، ما تجيبوش كده اصلا من بره ولا عمره يكون كده، بيكون رفيع كده وطويل. بصوا اهو محمل ازاي جميل جدا، بجد زحلقه على فكره، شايفين تحفه تحفه. عايزه اقول لكم الريحه والله العظيم ولا اجمل من كده، تحفه تحفه فنيه كده من عند كوكي. ادخلها بقى الفرن ولما تطلع اوريها لكم. ماشي. احنا دهنا زيت، هنولع بقى الفرن من فوق ومن تحت، ونحطها على الشبكه اللي في النص مثلا، بس هننزلها تحت من العين اللي تحت بتاعت البوتاجاز، او هتحطها على الفرن البوتاجاز مباشره من تحت في الفرن مش العين فوق. تمام. وبعد ما تطيب هي اصلا هتاخد لون، وكده كده انتوا تكونوا مولعين الشوايه نوطيها مش هنعليها قوي. تمام. هدخلها بقى واوريها لكم.